يمكن نتكلم الاول عن محمد صلاح. طبعا هو ابرز النجوم المحترفين دلوقتي في الخارج، ومعانا فيديوهات بقى نبتدي نستعرض الفيديوهات بتاعته. يمكن اخر مباراه كان بازل طبعا السويسري الفريق محمد صلاح ومحمد النني لعب مباراه امام فريق اسمه لودجوريتس من بلغاريا وبطل الدوري البلغاري. المباراه دي كانت بتقام في بطوله اوروبا، دوري ابطال اوروبا الدور الرابع. طبعا دي اهداف محمد صلاح، نجح في المباراه دي ان هو يسجل هدفين وحصل على ضربه جزاء، يعني ساهم في 3 اهداف لفريق بازل. ده الهدف يمكن احد الاهداف اللي هو سجلها. بقول لك سجل الهدف الاول والهدف الثاني، وثم حصل على ركله جزاء كمان. دي ركله الجزاء اللي هو حصل عليها في النهايه، جه منها الهدف الرابع. ويمكن هو كان حابب ان هو يسجل ضربه الجزاء دي. هنشوف الصوره، يمكن شاول المدرب بتاعه بيقول له اشوط هنا. كان نفسه ان هو يسجل هاتريك، يبقى هاتريك تاريخي للاعب مصري في بطوله دوري ابطال اوروبا، لكن المدير الفني رفض وقال له لا، ان في لعيب مكلف بتسديد ضربات الجزاء. يمكن هو ده الاحتراف وهي دي العقليه الاحترافيه، ما حبش ان هو يديها للاعب ثاني مجرد ان هو يسجل هاتريك ويبقى مجرد انجاز شخصي. وصلاح كمان التزم بشكل كبير جدا، اول ما قال له لا خلاص بعد عن الكوره وسابها للشخص المسؤول عن التسديد، ونجح ان هو يسجل منها الهدف الرابع. فبالتالي بازل فاز في المباراه دي 4-2، فوز مهم جدا، خاصه ان هو خارج ارضه كان في ملعب لودجوريتس بطل بلغاريا. فبالتالي خلاص بازل اقترب بنسبه 90% او اكثر من التاهل لدوري المجموعات بقى، اللي هو الدور المهم جدا من مباراه العوده. المباراه الاسبوع الجاي الاربعاء الجاي على ملعبه، واعتقد التعادل يكفيه او حتى الهزيمه بفرق هدف، وان شاء الله يكمل بازل يخش بقى دوري المجموعات في المعمعه مع شايفين كثير من الصحف حتى الان بتختاروا كافضل اللاعبين اللي موجودين في الدوري الاوروبي، منهم صحيفه ايطاليه اخيرا. مظبوط فعلا، في صحيفه ايطاليه يمكن اختارت محمد صلاح كافضل لاعب في مباراه دوري ابطال اوروبا اللي اقيمت يوم الثلاث والاربع، مباراه الذهاب للدور الرابع بالكامل. قالوا ان هو كان مؤثر مع فريقه وسجل هدفين وصنع الهدف الثالث عن طريق الحصول على ركله جزاء. قالوا ان هو ابرز لاعب كان موجود في بطوله دوري ابطال اوروبا في مباريات الدور الرابع. وقالوا ان عنده عروض يعني جايه له من فرق كبيره زي ليفربول زي توتنهام وفالنسيا. احنا متوقعين ده بالظبط، جاي له عروض. ولو ان انا مش عارف ازاي خالد ابراهيم حاطط لنا الصوره دي، ايه ده؟ ازاي يحط يعني صلاح ما بين 2 كده نجوم كبار؟ الكلام ده ليه علاقه، ليه حاجه؟ ممكن تفسره بحاجه؟ ليه علاقه رقميه طبعا. يعني عايز اقول لك ان صلاح كمان بيتفوق على ميسي ورونالدو، مش مجرد ان هو محطوط جنبهم في الصوره، لا هو يا خالد كمان حط المصريين هم عايزين مزيكا معاها. صلاح بيتفوق على ميسي ورونالدو يمكن في عدد الاهداف الدوليه اللي تم تسجيلها في سنه 2013. يمكن في يعني مركز اسمه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء تابع يعني غير تابع للفيفا، لكنه بيحسب عدد الاهداف الدوليه لكل لاعبي العالم على مدار كل سنه. في 2013 حتى الان يمكن محمد صلاح مسجل 13 هدف دولي، سواء مع منتخب مصر او مع فريق بازل في البطولات الاوروبيه القاريه. دي الاهداف الدوليه فقط، غير الاهداف المحليه اللي هي في الدوري السويسري او في كاس سويسرا. يمكن بيتفوق على ميسي ورونالدو. يمكن ميسي مسجل 7 اهداف ورونالدو مسجل 9 اهداف دوليه فقط. يعني صلاح مسجل 13 هدف معديهم بفارق كبير جدا. معانا برضو جدول اهداف صلاح يمكن اللي سجلها حتى الان. يمكن سجل 8 اهداف دوليه مع منتخب مصر، هدف في مرمى تشيلي مباراه وديه، هدفين في مرمى سوازيلاند مباراه وديه، هاتريك في مرمى زيمبابوي في تصفيات كاس العالم، هدف في مرمى موزمبيق برضه في تصفيات كاس العالم، ثم اخيرا هدف في مرمى اوغندا في المباراه الوديه اللي اقيمت في الجونه. على مستوى القاري في اوروبا مع بازل سجل 5 اهداف دوليه في 2013، منهم هدفين في بطوله الدوري الاوروبي في السيزون اللي فات لكنها كانت اقيمت في بدايه 2013، هدف في مرمى توتنهام وهدف في مرمى تشيلسي، الاثنين من العملاقي انجلترا طبعا. ثم في دوري ابطال اوروبا سجل البطوله الجديده 3 اهداف، هدفين مؤخرا في مرمى لودجوريتس البلغاري، وهدف في مرمى مكابي تل ابيب الاسرائيلي في المباراه اللي عملت ضجه كبيره جدا وسجل فيها صلاح هدف. فبالتالي رصيده التهديفي بقى 13 هدف دولي في خلال يمكن 8 شهور بس لغايه دلوقتي في 2013. رقم ايجابي جدا وبينافس على يمكن يكون واحد من هدافي العالم في عام 2013 من حيث عدد الاهداف الدوليه.